مش ممكن بجد. يعني ايه كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا تحصل لها وانا لا؟ يعني ايه بشرتها حلوة وصافية كده من غير ما تحط اي حاجة عليها طبيعي وانا لا؟ طيب ليه لما بتروح في اي مكان ليها كاريزما كده وبتاكل الجو وكل بياخد باله من وجودها، بس انا لما ادخل محدش بيبصلي اصلا ولا حد بيحب يصاحبني ولا يتعامل معايا؟ طب ليه هي بيجيلها عرسان كتير قوي كده وانا لا؟ انتي، ايوه انتي، عمرك حسيتي بنغزة في قلبك لما صاحبتك او قريبتك او ايا كانت مين حصل لها حاجة حلوة في حياتها، نجحت، جالها عريس، في حاجة حلوة في شكلها، الناس بتحبها، تحسديها على اي حاجة تحصل في حياتها مش موجودة عندك او ممكن تكون موجودة عندك بس انتي مش حابة انها تكون موجودة عندها؟ ودي حاجة لا ارادية منك من غير ما تكوني قصده، انتي نفسك ما تبقيش حاقدة ولا نفسك تكوني غيرانة ولا نفسك تحسديها، لكن دي حاجة كده لا ارادية. الف مبروك، انتي كده انسانة طبيعية بس عندك جرعة زيادة شوية من 3 امراض نفسية بنتكسف او بنتحرج نقولهم بصوت عالي، هما الغل والحقد والغيرة، الثلاثي المرح اللي لو دخلوا قلب اي انسان بيحولوه لفحمة. بس استني، ما تيجي نعرف ايه الفرق بينهم اصلا ونعرف الشعور اللي انتي بتحسيه تجاه حد معين ده غيرة ولا حقد ولا غل عشان نعرف نعالج. يعني لما اتضايق من صاحبتي عشان نجحت كده انا غيورة ولا حقودة ولا غلوية ومحتاجة غسيل دماغ؟ بصي بقى، علم النفس بيقول ان الغيرة دي حاجة سهلة قوي وامرها سهل ونقدر نعالجها بسهولة. غلبانة كده عاملة زي طفل صغير شاف لعبة في ايد طفل تاني فهو عايز اللعبة دي، انا عايز زيها، بس مش كاره انها تفضل معاه ولا عايز اللعبة تتكسر ولا عايزها تزول من عنده، فدي غيرة بسيطة نقدر نعالجها بسهولة. اما الحقد ده ليفل الوحش بقى، انتي مش بس بتتمني الحاجة اللي عندها، انتي بتتمني اللي عندها كمان يزول ودنيتها تتطربق فوق دماغها. يعني لما بتشوفي حاجة حلوة عند حد، يا رب انا عايزة اللي عندها ده يكون عندي ويروح من عندها، انا مش عايزاه اصلا يبقى موجود، انتي من جواكي حاقدة عليها، لا انا مش عايزاها انا عايزة جوازتها دي تتفشكل، متقدم لها العريس الفلاني عريس امور ومكانته كويسة ومعرفش ايه، لا يا رب مش تقولي بقى يا رب ارزقني بعريس زيه، لا ده انتي بتقولي يا رب جوازتها تتفشكل وما تكملش وترزقني انا بعريس زي اللي جاي لها ده. فهو ده الحقد وده هيكون علاجه اصعب بشوية. طيب الغل بقى ده هو الحقد، لكن لما بتسيبيه لفترة طويلة قوي بيقعد يغلي في قلبك كده على نار هادية لحد ما بيحول الطاقة اللي عندك دي انك عايزة اللي عندها يزول او اللي عنده يزول بطاقة اذى. لا انتي هتأذيها، انتي بايديكي بتتمني انك تأذيها وفعلا بتحاولي تأذيه. فهنا لازم نعمل ستوب ونقف، لازم نعالج الامراض ال3 دول، ما ينفعش يكونوا عندنا. مفيش بنت عندها سلام داخلي، مفيش بنت واثقة من نفسها، مفيش بنت محبوبة من كل اللي حواليها وليها قيمة في المجتمع فعلا، مفيش بنت ربنا بيحبها، مفيش بنت بتقضي صلاتها على اكمل وجه وكل حاجة في حياتها ماشية تمام وهي عندها غيرة او غل او حقد او حتى حسد. عشان كده اسمعي الكلام اللي هقوله ده كويس، يمكن ما يفرقش او يمكن لو انتي ما عندكيش نية من جواكي فعلا انك تتغيري كلامي ده مش هيأثر معاكي في حاجة ولا هيجيب اي نتيجة، بس اسمعي، لعل وعسى ربنا يجعلني سبب في انك تحاولي تتغيري. مش الفيديو ده اللي هيخليكي تتغيري او هيخليكي خلاص كده تقفلي الفيديو وانتي قلبك صافي وعندك سلام نفسي، لا، لكن على الاقل هيحطك في بداية الطريق. فيلا بينا. بصي يا حبيبتي، ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاهل مشاعر الغيرة حتى لو كانت بسيطة في الاول، لان فعلا تراكمها في قلبنا بيأذي قلبنا قوي وبيحول كل حاجة لنتائج كارثية فعلا. انا هقولك قصة دلوقتي سببها الحقد والغل والغيرة، ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن، يمكن ان تكوني عارفاها بس اسمعيها مني كده، اسمعي الكلمات بتاع ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، اسمعي كل حرف وتمعنيه كده، تخيلي شوفي ايه اللي حصل او الغيرة والحسد عملت ايه في اخين المفروض ان هم ولاد النبي،
فاسمعي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شوفوا بقى الغيرة والحقد عملت إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني الغيرة أدت لحدوث أول جريمة تحصل على وجه الأرض. قابيل قتل أخوه هابيل علشان بس كان غيران منه إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل القربان بتاعه وما تقبلش القربان بتاعه هو وتقبل القربان بتاع أخوه. من كتر ما كان بيغل منه وبيحسده وبيحقد عليه نفسه طوعت له ان هو يقتله ويخلص عليه، مع ان دي كانت اول جريمة ما كانش حد عملها قبل كده، محدش قتل حد لسه. فالشيطان وسوس له ان هو فعلا يعمل كده من كتر الغيرة. تيجي نعرف علماء النفس بيقولوا ايه عن الموضوع ده. انا بحثت في الموضوع الغل والحقد ده كتير، وليه اصلا الشعور ده بيجي جوانا ونعمل ايه عشان نسيطر عليه. فجمعت كذا معلومة من كذا كتاب وكذا مصدر لعلم النفس. اولا قرأت في كتاب عقل غاضب وقلب دافئ ان الحقد بيتغذى على اعادة تشغيل نجاح الطرف الاخر كل شوية في دماغك. انتي مثلا صاحبتك في الجامعة عندها كاريزما وحضور، ولما بتدخل اي مكان كل الموجودين بيركزوا معاها، فانتي حاقدة عليها عشان الحاجة المعينة دي. وانتي قاعدة لوحدك كل ما بتفتكري صاحبتك دي وتفتكري الموقف الفلاني انها دخلت وكله خد باله منها وقد ايه هي جميلة وقد ايه شيك وقد ايه كلامها حلو وعندها حضور، فنفس الشعور اللي حسيتيه وقتها هترجعي تحسيه تاني، وهيرجع يتفعل عندك نوبة الغضب او نوبة الغيرة تاني من اول وجديد. حتى لو انتي من جواكي شخص كويس ومش عايزة تحقدي عليها وعادي، بس انتي كل ما تفتكريها او تفتكري الحاجة اللي انت بتحقدي عليها فيها دي مخك بيفرز كورتيزول وادرينالين ومشاعر سيئة تخلي قلبك يتضايق وعقلك يتضايق كأن الموقف لسه حاصل، وتخلي الحاجة دي تزيد عندك زيادة كده. لما انتي بتحقدي على حد مش بتأذيه هو اصلا مش متأثر، انتي بتأذي نفسك انتي. يعني مثلا انا ما اقولش انا بخاف من فلانة اصلها بتحقد عليا، انا المفروض يصعب عليا فلانة لانها حقد عليا. هي اللي بتتأذي مش انا، هي اللي بتفضل تفكر، هي اللي قلبها بيوجعها، هي اللي كل شوية مخها مشغول بيها مش قادرة تعمل اي نشاطات في حياتها. انت مش متخيلين ان الحقد ده بيخلي الواحدة فعلا يعني ممكن يجيلك كمان اعراض جسدية بسبب الموضوع ده، صداع، كسل، مش قادرة تعملي اي حاجة في حياتك كده يعني. فالموضوع مش سهل ابدا ان احنا نستهين بيه. الحقد ده عامل زي السم اللي احنا بنشربه ومستنيين شخص تاني هو اللي يموت بيه، نفضل نشرب لحد ما احنا اللي نتأذي مش هو. انتي قاعدة تشربي سم عشان فلانة تموت، ماشي، انتي اللي هتموتي بيه في الاخر مش هي. طيب دلوقتي محتاجين نعرف احنا ليه بنغل اصلا من شخص معين. في عالم في علم النفس التحليلي بيقول ما يزعجنا في الاخرين هو جزء منا لن نستطيع ان نتقبله. يعني الشخص اللي انت مش طايقه ده هو في الحقيقة عبارة عن مراية قدامك لحاجة جواك انت نفسك تكون فيك او نفسك تعملها وانت مش عارف تعملها. فلما بتشوفه بتحقد عليه وبتغير منه بسبب انك مش عارف تحقق اللي هو عامله ده، مش انك بتغير منه لشخصه هو، لا انت نفسك يكون عندك الصفة اللي عندها دي بس هي مش عندك. عشان كده لما بتشوفيها بتغيري منها. انتي بتغيري من صاحبتك علشان عندها صداقات وانتي لأ، كده المشكلة مش عندها، المشكلة عندك انتي. محتاجة تعرفي تقرأي عن فن العلاقات وإدارة العلاقات وتعملي صحاب وتكوني صداقات عشان تكوني زيها. وصدقيني لما تكوني زيها الغيرة والحقد اللي عندك من ناحيتها ده هينتهي تماما. من الآخر انتي محتاجة تركزي في حياتك بس مش في حياة الناس التانية خالص. كمان علماء النفس بيقولوا ان الغيرة دي حاجة ظلمة جدا ليك، لان انتي بتقارني
اوحش حاجة فيكي بأحسن حاجة فيها. يعني مثلا انتي في مكان وفي بنت متكلمة بتعرف تتكلم وانتي خجولة وبتتكسفي ومش بتعرفي تتكلمي، مع ان ده ممكن ما يكونش عيب فيكي، ممكن يكون دي شخصيتك عادي، بس انتي نفسك تكوني زيها. فهي بتعرف تتكلم، انتي مش بتعرفي تتكلمي، فانتي بتقارني هدوءك اللي انتي شايفاه حاجة سيئة في نظرك، اللي هي انت شايفاها اسوأ حاجة فيكي، بأحسن حاجة عندها، مع ان انتي ممكن يكون عندك حاجات احسن منها بكتير بس مش ظاهرة في القعدة او في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. فاهماني؟ يعني انتي عندك حاجة كويسة جدا ممكن تظهر بس مش في الموقف ده، وانتي لما تعمليها هي برضو هتنبهر وتقول واو ان انتي كده. فهي مقارنة ظالمة جدا، انتي بتقارني احسن حاجة عندها باوحش حاجة عندك، شايفة كل الحاجات الحلوة اللي عندها مع ان هي عندها حاجات سيئة انتي مش شايفاها. عشان تتخلصي من الحقد لازم تعملي اعادة تفكير لدماغك، هي عندها ميزة في الحاجة الفلانية وانا كمان عندي ميزة في حاجة تانية، ربنا رزقها بحاجة حلوة، حاجة قيمة حصلت لها، انا كمان ربنا رزقني بكذا كذا. وتعدي نعم ربنا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني اكيد عندك نعم كتير قوي في حياتك، مفيش حد فينا ما عندوش نعم، وبرضو مفيش حد فينا ما عندوش نقم، ابدا مستحيل. فلازم يبقى عندك نعم، لازم يبقى عندك نقم، وبرضو اللي انت بتغيري منها نفس الحكاية، فكلنا سواسية بجد. واخيرا اوعي ثم اوعي ثم اوعي تتعاملي مع مشاعر الغيرة دي على كأنها حاجة مش موجودة او تتجاهليها او تقولي او اللي هو عادي كده تفضلي تعدي الموضوع. لا، ما ينفعش نعدي الموضوع، لازم ناخد الموضوع بجدية، نحاول نتغير. تقومي من النوم تقولي انا النهاردة هتغير. لو في حد مؤثر على حياتك انك بتغيري منه او بتحقدي عليه بطريقة مش طبيعية لدرجة انك دايما بتفكري فيه ومؤثر على حياتك، فحابة اقولك انك محتاجة تبعدي عنه. ايوه، هو ده الحل الوحيد، ابعدي لحد ما تتعالجي نفسيا من جواكي ويبقى عندك سلام داخلي، وبعدين لو ينفع ارجعي اتعاملي معاه تاني، لكن تجنبيه تماما. حاولي ما تعرفيش اخباره، ما تعرفيش عنه اي حاجة لحد ما تتعالجي من جواك. قولي انا فعلا غيرانة منها، انا فعلا حاقدة عليها، لكن انا هحاول اغير ده، هشتغل على نفسي لحد ما ابقى زيها او يبقى عندي حاجة شبه اللي عندها، لان طالما انا غيرت منها في الحاجة دي يبقى انا عايزة الحاجة دي تبقى عندي. زي ان الدنيا ضاقت بيكي خالص وانك خلاص مش قادرة. افتكري الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فان ذلك اجدر الا تذروا نعمة الله عليكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي تبصي على النعم اللي حواليكي، بصي على الناس اللي تحت منك، على فكرة في كل حاجة، سواء ماديا هتلاقي ناس كتير قوي اقل اكيد، سواء فكريا، شوفي بنات مش متعلمة اصلا ما راحوش جامعة خالص، سواء جماليا اكيد في ناس اقل منك جمال، طبعا الجميل فيه احلى منه والوحش فيه اوحش منه، هي الدنيا كده. ف هو مفيش بنت وحشة طبعا، الجمال دي حاجة نسبية من شخص للتاني، لكن انا بقول في نظرك انتي. ف الكلام مش متجهز له خالص، بقول كلام ملخبط، اتمنى ان هو يكون اثر ولو شوية، ومع السلامة.